السلام عليكم، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه جميعا؟ هنتكلم النهارده على مرض خشونة المفاصل، وهو واحد من اشهر الامراض الروماتيزمية او اشهر الامراض اللي بتأثر على الجهاز العضلي الحركي وبتسبب الم وبتخلي العيان يروح يزور الطبيب. يعني ايه خشونة؟ خشونة معناها ان تركيب المفصل اتغير وما بقاش بالكفاءة والشكل الاملس المطلوب انه يؤدي الوظيفة بتاعته بسلاسة وبدون الم. اللي هي وظيفة المفصل في العموم هي الحركة، ولما المفصل شكله بيتغير والسطح الاملس بتاعه بيخشن فيبتدي يقلل او يبتدي يسبب الام في اثناء الحركه. اشهر الاعراض واهم الاعراض على عكس ما كل الناس متوقعه مش هي طقطقه المفصل. طقطقه المفصل ممكن يكون ليها اسباب كتير غير الخشونه، ومعظمها اسباب مش مقلقه وما تعملش مشاكل للعيان، لكن اهم سبب هو الالم اللي بيحصل في المفصل مع الحركه، وخصوصا بعد ما يحصل حاجه اسمها ستاجنيشن او تبقى قاعد شويه ما تحركش المفصل، سواء اول اليوم الصبح بعد النوم او بعد ما تقعد فتره طويله بتشتغل او سايق او غيره. وده طبعا في اهم مفصل واشهر المفاصل على الاطلاق اللي بيحصل لها خشونه وهي الركب، لكن في مفاصل تانية ممكن يحصل لها خشونه زي مفصلين الفخذ ومفاصل الكتف احيانا، وبعض المفاصل الاخرى اذا كان ليها اسباب ممهده لان المفصل يحصل له الخشونه ويتغير تركيبه وشكله، سواء في وجود السطح الاملس اللي هو الغضروف اللي بيغطي المفصل من جوه، او سواء المحتوى السائل الزلالي اللي جوه المفصل وتغييره، وسواء الاربطه والاوتار اللي بتغذي المفصل وبتحافظ على صحته وادائه لوظيفته بكواليتي وبجوده عاليه.